حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. مع قرب كل انتخابات برلمانية تظهر على سطح الساحة السياسية من جديد أزمة قانون الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات والمفوضية، ويجب أن نغير قانون الانتخابات ومع الدوائر المفتوحة المتعددة مع الدائرة الواحدة في كل محافظة، وندخل في أزمة سياسية مع قرب كل انتخابات فيما يخص قانون الانتخابات وعمل المفوضية وانتخاب المفوضية. هذا هو محور هذه الحلقة من برنامج بصراحة، الذي سوف أستضيف فيه الدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية. حياك الله دكتور عباس، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا، شكرا لقبول الدعوة. حياك الله استاذ عمار. وأيضا الأستاذ غازي اللامي الخبير الاستراتيجي، حياك الله سيد غازي وأهلا وسهلا وشكرا لقبول الدعوة. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد. خليني ابدي وياك دكتور عباس، ليش احنا ويا كل انتخابات تبدي هاي الازمه مع المفوضيه وازمه الكتل السياسيه عفوا فيما يخص قانون الانتخابات، وايضا يجب تعديل قانون الانتخابات، وكانما الكتل السياسيه والاحزاب الكبيره ترى النتائج التي ظهرت في الانتخابات السابقه وتريد ان تفصل قانون خاص بها لكي يسعفها ويصعد من مقاعدها في الانتخابات التي تليها. تحية لك أخ أستاذ عمار، وتحية لمشاهديك الكرام. حياك الله. وأيضا تحية وتقدير لأخي وزميلي العزيز الأستاذ الشيخ غازي اللامي. حقيقة يعني احنا اليوم إذا نريد نجي من 2003 ولحد الآن فقدنا حكم المؤسسات وبدأنا في حكم المكونات. نعم. وهذا المكونات أدت إلى التوافقية أو ما تسمى بالمحاصصة. ولذلك نرى دائما أي انتخابات، الآن وصلنا إلى الدورة السادسة الجاية، دائما يصير طعن يعني التزوير، اتهامات بالتزوير، طعن بعمل المفوضية، طعن بالعدو الفرز، وبالتالي لا نستطيع أن نخرج بحصيلة أو نتائج إيجابية تخدم العملية السياسية، ويبدأ الصراع السياسي منذ اللحظة الأولى لإجراء الانتخابات. أنا أقول لك المادة 76 نعم لحد الآن لم يكن لها تفسير. هل الكتلة التي تفوز في الانتخابات هي من يشكل الحكومة أم أن غير ذلك؟ في عام 1910 عندما حصل السيد اياد علاوي على عدد من الأصوات تؤهله ليكون رئيسا للوزراء، قالوا لا، الكتلة التي تشكل الحكومة تكون داخل البرلمان. صراحة وصدروا قرار 20 قانون 20. هذا القانون شو يقول؟ يقول الكتلة التي تشكل الحكومة تكون داخل البرلمان تتكون. مشت الأمور على هالأساس، والانتخابات اللي بعدها الانتخابات القبلة تم إلغاء هذه المادة، ورجعنا عيدوا صلاتكم يا جميلة من جديد. رجعنا للمادة التي تقول الكتلة التي تفوز في الانتخابات هي من تشكل الحكومة. أي قانون انتخابات موجود الآن، سواء كان شكل القائمة المغلقة، بعدها اجى تقسيم المناطق جغرافيا، الانتخابات الماضية تقسيم العراق إلى 83 منطقة، المنطقة الواحدة. الكتل السياسية دائما تبحث عن مصالحها، لا تبحث عن مصالح الشعب ولا عن مصالح الوطن. وأنا بصراحة جزء كبير من القوى السياسية هي تفكر شلون تفوز بالانتخابات حتى تحصل وزارات وبالتالي تستفاد ماديا من هذه الوزارات. الوزارات تحولت إلى موارد مالية لبعض الكتل السياسية. فلذلك إذا قلنا بهاي الانتخابات، مثلا الانتخابات الفاتت، ايش قد قالوا اكو تزوير، وطلعت تظاهرات وتزوير. بعدها شكلت الحكومة من إدارة ائتلاف الدولة، بعدها اجتمع الجميع بعد خروج الأخوة في التيار الصدري وشكلت الحكومة. شكلت الحكومة بموجب هذا القانون الأخير اللي صار بالانتخابات. واجت مجالس المحافظات أيضا سووا انتخابات، قسموا المناطق
تو ماكو. نعم دكتور عباس، وهذا لجرنا للتساؤل التالي. خلي اسال استاذ غازي وبعدين ارجع لك دكتور عباس. استاذ غازي، احنا يعني نستشعر انه ممكن قانون الانتخابات الحالي اظهر افرازات معينه، كتل معينه، البعض يقول هناك مستقلين وكتل ناشئه صعدت ودخلت للبرلمان بمقاعد كبيره، بالتالي اصبح حاجز لدى الكتل الكبيره بتغيير القانون لكي تبقى هي مهيمنه على مقاعد مجلس النواب ولا تسمح للكتل المستقله او الناشئه او الصاعده باخذ مقاعد اكبر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ عمار، وتحية حياك الله إلى أخي وأستاذي الفاضل الدكتور عباس الدبوري وإلى كل المشاهدين الأكارم. يعني أولا موضوعة الانتخابات أصبحت مثل المعزوفة والسيمفونية التي لا تنتهي. الآن بدأت عملية تهيئة الأرضية من جديد وزرع الأرضية بألغام قد تؤثر سلبا وليس ايجابا من خلال زرعها بالمصالح الخاصه، المصالح الحزبيه الضيقه، مثل ما اشار الدكتور الكريم الدكتور عباس انه هذه كل الانتخابات التي جرت في العراق لم نستفد من معطياتها وسلبياتها، فقط نبحث عن ما يحقق مصالح الاحزاب وما تريده هذه الاحزاب باي طريقه. اليوم بس العمليه الانتخابيه هو الناخب، ولكن كم من الأحزاب الكبيرة والعريضة والقوية التي تبحث عن ما يريده الناخب وليس ما تريده القوائم والكتل والأحزاب والمرشحين، لا المعضلة. فتبدأ عملية استدراج الناخب إلى ساحة الأحزاب وليس إلى ساحة المواطن الذي يريد أن ينتخب من يمثله بصدق. اليوم هذه الفرضية صعبة جدا في هذا الجو الملغم من الأحزاب الكبيرة المهيمنة والتي أصبحت يعني متمرسة في العملية الانتخابية وتعرف ما تريد ولديها المفاتيح التي تمتلكها من خلال ضغط على المواطن بأي صورة. يعني شوف أستاذ عمار، نعم، اللي يحكمنا هو صندوق الانتخابات، ولكن هل يعني يبقى الصندوق عرضة للتشكيك والطعن والتزوير والتلاعب وسرقة الصوت؟ احنا دائما نقول للمواطن صوتك أمانة، ضعه في الصندوق. الأمانة تبقى مصانة إلى حين أن نحافظ عليها إلى حين ظهور النتائج، ولكن تعرف عملية التزوير والتلاعب بالاصوات، موضوع يعني الدوائر المتعدده والدائره الواحده. لحد الان ما استطعنا ان نبحث عن اي قائمه هي الصحيحه التي تستطيع ان تحقق وتقلل المحاصصه. اليوم نحن نعيش في زمن المحاصصه المقيته التي هي من تتحكم العمليه الانتخابيه وليس الصوت. يعني بالمناسبة الصوت أصبح تحصيل حاصل، لابد أن يأتي المواطن. كيف نستطيع جذب المواطن؟ الصندوق هي هذه اللعبة الخطرة التي يجب أن تلعبها القوى السياسية، ولكن مخرجات العملية ومخرجاتها تبدأ عملية يعني تجميع الأصوات وتغيير الأصوات وسحب الأصوات. يعني أنا أكثر يعني بالمناسبة الانتخابات السابقة هناك شخصيات واسماء بها قالوا نحن يعني ادلينا باصواتنا، يعني عشيرتنا واهله ومنطقته لم يصل له ولا صوت، يعني حتى هو صوتا اللي ادلاه الصندوق اختفى، يعني كاتبين له 0 من الاصوات. عمليه المصداقيه. بالتالي هذه العمليه تعطي نفور للمواطن أن يأتي ويبحث عن الثقة المتبادلة. نعم، فيما يخص هذه الحيثية استاذ غازي، خليني اخذ راي دكتور عباس بموضوع مهم.
حول الأغلبية الصامتة دكتور عباس، يعني اليوم احنا شلون نحرك الأغلبية الصامتة؟ نشوف نسبة مشاركة في كل الانتخابات يمكن 20%، 21%، 22%، قد يكون هو اللي يشارك يمكن جمهور الأحزاب، لكن 80%، 75% هي الأغلبية الصامتة اللي هي ممكن أن تغير المعادلة السياسية. فتبقى قد يشار البعض إلى الاتهام حول الأغلبية الصامتة. احنا اليوم في نظام ديمقراطي، المواطن يقدر يغير، ليش انت تبقى قاعد ببيتك؟ فاذا انت ممكن ان تتحمل مسؤوليه كبيره يعني في عدم التغيير. يعني استاذ عمار انا ما اقدر اسميهم اغلبيه صامته، بل نعم. اسميهم اغلبيه رافضه. نعم. لانه البرامج الانتخابيه التي تاتي خلال هذه السنوات هي كوبي بيست، نفس المشروع، نفس الكلام، نفس المبادئ. يعني احنا بدانا بتوزيع الصوبات، وبعدها توزيع الجولات، وبعدها توزيع البطانيات، وبعدها قمنا نبلط شوارع، وبعدها قمنا ندب سبويس ونبني محوله. هذا الناخب اليوم احنا نفتقد، استاذ اشار الى نقطه جدا مهمه استاذ غازي، نفتقر الى ثقافه الناخب. الناخب بحاجه الى ثقافه، المن ينتخب ومن ينتخب واللي راح ينتخب شو يسوي. لذلك انا اعتقد الناس ما عاد عندها ثقه بالقوى السياسيه الفاعله. هذا الجمهور دكتور عباس، هذا دور منو؟ عذرا عذرا للمقاطعه، هذا دور منو اللي هو ثقافه الناخب؟ شلون احنا نحرك الناخب؟ دور منو هذا؟ هذا دور الاحزاب السياسيه اللي خدمت البلد وما قدمت له شيء خلال 21 سنه، وخلت نقمه لدى المواطن يقول لك اني انتخب زيد يفوز عبيد، انتخب محمد يفوز علي. هذه الاشكاليه الان الموجوده. احيانا الخلل في الصندوق. انت تدري بالانتخابات الماضيه واحد حصل 340 صوت وهو متوفي قبل شهرين من الانتخابات. زين هذا من شلون انتخبوه؟ شلون اجى اسمه؟ وين راح؟ شلون ما اخي احنا يراد لنا وضع آلية حقيقيه لانتخابات ديمقراطيه تكون مراقبه دوليا ومراقبه من شخصيات مهمه، حتى يضمن اني كمواطن من اخلي صوتي يروح هذا الصوت بالمكان. معظم النواب اللي يجون ينتخبون او معظم المرشحين بالبدايه ينطيك برنامج فضاض جميل حلو، يقول لك انا راح اشتغل، بس يفوز بالانتخابات، بس فاز سوى ثلاثه. اول مره شال من منطقته، غير تليفونه وتزوج وحده جديده غير زوجته الاوليه، هاي براس الدفتر، وقلب حياته من جديد بعد ما يفكر فيه. اذا هيك المفروض دكتور احنا نشهد صعود للنساء حتى باعتبار لا يصعدون رجال حتى لا يتزوجون عليهم. والله يا ريت، لانه هذا اكيد من راح يصير عضو برلمان المدام الاوليه راح تصير اكسباير ولازم ياخذ غيرها. هذا ما احكي لك اني من وحي الخيال، انطيني نائب ما متزوج. هذا انا دا احكي لك، هذا في معرض الحديث. اذا احنا او مثلا هو انطى برنامج الحكومي وقال اني بالمستقبل راح اسوي كذا وكذا وكذا ضمن اطار معين ضمن كتلته، تشوفه بس انطوه مغريات طفر الغير كتله. طيب جمهورك هذا وين؟ جمهورك اللي كان يشجعك واللي انتخبك ووصلك الى مجلس النواب، شلون انت عرفت ورحت الغير؟ استاذ خلينا ناخذ راي استاذ غازي في هذه النقطه. استاذ غازي، ليش ما اخلي اني بقانون الانتخابات فقره بانه ممكن انه جنابك اللي تترشحها ضمن الكتله الفلانيه ما ممكن تغييرها، كون انت من رشحت بها كنت مؤمن ببرنامجها الانتخابي، وبالتالي ما ممكن الميل عن هذا الشيء، والزم النائب ان يبقى في هذه الكتله. واعطيني ايضا رايك بالقانون الحالي، قانون 83 دائره انتخابيه استاذ غازي. نعم، شوف يعني مداخله مع الدكتور عباس. نعم، المرشح يعرض لك برنامج يسير له اللعاب، يجعل المواطن يعني يفكر كانه في منطقه ورديه وفي الخيال. ولكن عندما يعني يفوز المرشح يبدأ يبحث عن مصالحه الخاصة، مثل ما أشار الدكتور عباس، مصلحته الشخصية، تهيئة بطانته، تهيئة وضعه الشخصي، تهيئة وضعه المادي، تهيئة وضعه العائلي. كل هذه يبدأ يتناسى ما طرحه على الناخب. وبالتالي هي هاي المشكلة. يعني احنا يعني الانتخابات القادمة هي السادسة، 6
مراحل للانتخابات المواطن خلينا نقول بالعراقي غسل ايده من المصداقيه. لا تعد هناك مصداقيه قويه وفعاله في كل ما يطرح. اليوم احنا نقول المواطن يحتاج خدمه، يعني خلينا نتحدث شويه بجرأه وبشجاعه. المواطن يحتاج الى خدمه من؟ خدمه النائب أم خدمه الناخب؟ يعني هنا المشكله تبدا عمليه تغيير اللعبه من جديد، ويركن المواطن على جنب ويبدا يهرول على مدى 4 سنوات حتى يحصل على يعني خدمه بسيطه. وبالتالي خلال 4 سنوات تلاحظ النائب يصبح مثل ملياردير، يبحث عن مشاريع كوميشنات وعمولات وشركات وصفقات. اذا انا احنا هسه في هذه اللحظه كيف نجعل من المواطن يثق بما يطرحه اي مشروع لكتله ولحزب معين؟ كيف سيثق؟ هو لديه تراكمات، لديه ارتدادات، لديه يعني في ذاكرته الكثير من الاخفاقات. اليوم ما عاد المواطن مثل ما اشرنا الاغلبيه الصامته التي لا تريد ان تصل الى الصندوق. يعني حتى قانون الانتخابات هو يتكون من 50 ماده. المشكله وين؟ بالماده 15. الماده 15 هي اللي تقسم على اساس دائره انتخابيه واحده على قضاء او محافظه. زين انت شلون؟ يعني احنا خلينا نقول بكل 100,000 خلي كلهم ناخب، يعني حتى يبدا العمليه يعني التفاعل ما بين الطرفين. اليوم ماكو هذه الحاله، هذه خلافيه، هذه فقرات خلافيه طالما هناك محاصصه، يعني محاصصه قويه ومؤثره في المشهد السياسي. ماكو يعني تسالني هسه انت استاذ عمار تقول لي نعم للمواطن اي افضل، الدائره المغلقه الواحده ام الدوائر؟ يعني المواطن قسم المواطنين يقول لك انا اريد الدوائر المتعدده فيها حسن اختيار، فيها شفافيه، اللي هي القانون الحالي ل 83 تقصد؟ اي يعني بها ابعاد هيمنه الاحزاب الكبيره على عندك سهوله الانتخابات، يعني بها ضمانات، بها هذا المواطن يفكر هكذا. ولكن مجمل هذه الارهاصات والرغبات والتفكير للمواطن، هل تلتزم الاحزاب الكبيره بان تغادر عمليه المحاصصه؟ يعني انت قبل شويه قلت استاذ عمار نعم المستقلين. انا اسال سؤال، هل لدينا مستقلين فعلا؟ العمليه الانتخابيه بقائمه مستقلين بعيدين عن سطوه الاحزاب؟ ما هي احزاب سياسيه بها شخصيات هي مستقله. زين هذا يعني بصبغه الاحزاب، مصبوغ بصبغه الاحزاب. انا شلون اطلق عليه صبغه المستقل؟ يعني هسه شفنا انتخابات كل دول العالم، هناك مستقلين، هناك متحزبين. زين قوائم تنافس قوائم. احنا نريد ان نحقق الديمقراطيه والشفافيه. زين انا شلون اعرف هذا مستقل وتحت قيمه حزب؟ نعم هو خليني اروح يم دكتور عباس. دكتور عباس، هذه الدوره البرلمانيه الحاليه بها اكثر نواب مستقلين، تقريبا وصل العدد الى 50 نائب مستقل، لكن ما شفنا فعاليه للمستقلين ابدا، ولا شفناهم تحت رايه واحده او مطلب واحد، شفناهم متشتتين، حتى تاثيرهم بالبرلمان كان ضعيف من ناحيه تشريع القوانين، من ناحيه الضغط على الاحزاب. في حين الدورات السابقه ممكن كان العدد كلش قليل لكن شفنا ضغط اكبر. بالتالي هنا التساؤل اللي ينثار، ممكن المستقلين ان يشكلون ضغط اكثر على الاحزاب ام يبقى الحال كما هو عليه حتى لو تغير قانون الانتخابات او تعدل؟ يعني انا قايلها في اكثر من مكان، موضوع المستقلين هذا موضوع مشكوك به، لانه جزء من الكتل السياسيه انشطرت وجعلت هناك من الاشخاص اللي تدعمهم يعني جو العبايه، ومن فازوا جو التحقوا بها. احنا بالبدايه اعلنوا عن وجود اكثر من 43 او 45 مستقل. دول ال 45 كان بامكانهم ان يغيرون جزء كبير من الخارطه السياسيه داخل العراق، لكن للاسف الشديد سرعان ما انضووا ضمن اطار الكتل السياسيه، وبالتالي فقدوا مصداقيتهم هم كمستقلين عندما جاءوا للانتخابات، وبالتالي احنا الان ما عندنا مستقلين.
احنا نهائيا الاستقلاليه ما موجوده، لان البرلمان ما بمعارضه، فالبرلمان اللي ما بمعارضه معناها الكل مشاركين بالحكم، فاذا دور المستقل وين؟ لا يوجد دور المستقل. اكو نقطه جدا مهمه. نعم. عندما انسحب الاخوه في التيار الصدري، طبعا انت من اعلنت الانتخابات اعلن الفائزون واعلن الخاسرون، صح؟ نعم. انسحب عدد من الاخوه بما يعادل اكثر من 73 نائب، والنواب الذي بعدهم يعني حتى اللي فايز بعدهم المفروض يجي هم انسحب باعتبارهم جميعهم من الاخوه في التيار الصدري. المفروض اذا نرجع الى حقيقه الديمقراطيات العالميه الحقيقيه ما نصعد الخاسر، لان هذا الخاسر اعلن خاسر. تصير انتخابات جديده بنفس الدائره، نفس الدائره هاي اللي خرج من عندها الفائز واستقال، تصير انتخابات لدائره واحده ويفوز من عندها واحد. وفق شنو دكتور عباس؟ هو غير القانون هيك يقول، هو القانون احنا بدنا نمشي عليه، هسه هو هذا موضوعنا. طيب القانون يقول اقرب الخاسرين هو راح يصعد بداله، اذا وجوب تعديل هاي الفقره. ترجع للبرلمان نص الموجودين هم خاسرين، زين شلون الخاسر يقدر يشرع له قوانين وهو ما نايل ثقه الشعب؟ هنا ماكو مشكله. لذلك انا اقول لك الكتل السياسيه تبحث عن مصلحتها، شافت المناطق يعني شافت من سوت 83 دائره، شافتها انه ما حصلت ذيك الاصوات، يعني اختزلت بعض الاصوات، راحوا لجماعات شتتت الاصوات، بانتخابات مجالس المحافظات رجعوا الى الدائره الكبيره، هي انه كل المحافظه ومحافظتها، حتى يعني يحصلون على مكاسب اكثر. لكن النتيجه الاساسيه هو انه لحد الان القوى السياسيه لم تستقر على قانون، لانها تريد القوانين يعني مفصله عليها تفصال، شافت نفسها انه بهذا القانون ما اخذت مقاعد، لازم تغير القانون حتى تحاول مره اخرى تجيب نتائج. وهذا طبعا كله من عمر العمليه السياسيه، من عمر الشعب، من عمر الديمقراطيات. اليوم احنا اذا ما عندنا معارضه حقيقيه بالبرلمان توجه وتعارض وتنتقد، ما احنا اليوم مجلس النواب مع كل احترام وتقدير لحد الان لم يعقد جلسه، رغم انه اختيار رئيس برلمان بقى 11 شهر ما قدر ينتخب رئيس برلمان بسبب هاي الصراعات. وبالتالي هسه الان تشوف النواب، جزء من النواب شايل فايلاته ويفتر بالوزارات يدور تعيينات، او تلقاه صاير محلل سياسي وقاعد بالقنوات الفضائيه وشايل له ملف مال فساد ويقرا بيه. طيب اخويا انت مو عندك قبه برلمان، روح بالبرلمان انت شرع قوانين، انت تراقب عمل الحكومه، تراقب الوزارات. لحد الان صار عندنا استجواب لوزير لمسؤول؟ لا، وان كانت الاستجوابات ستكون هي سياسيه. اذا قانون الكتل السياسيه اول مره خلينا نسوي قانون احزاب، احنا قانون احزاب ما عندنا. شلون احنا نقدر نسوي قانون انتخابات ياتي بنتائج ايجابيه تنعكس على الواقع الشعبي؟ احنا لحد الان عندنا 400 حزب بالعراق، ما عندنا قانون احزاب. احد سال هاي الاحزاب منين تجيب الاموال؟ احد سال شلون تمول نفسها؟ لكن احنا نبقى كل البلد يدار بالخيره، فالبلد اللي يدار بالخيره اكيد ما راح يعطي نتائج ايجابيه. نعم استاذ غازي، احنا جربنا القانون اللي 83 دائره بمجلس النواب، وقانون الدائره لكل محافظه في مجلس المحافظه. حسب وجهه نظرك شنو الاختلاف بيناتهن، وشلون راح يصير انعكاسه على الشارع من ناحيه صعود الاحزاب الجديده او الناشئه او هيمنه الاحزاب الكبيره والكتل؟ اكيد هو هذا كان في ذهني هذا السؤال. نعم. شوف، بالدائره الواحده عندما يرشح شخص ولا يصل الى العتبه المطلوبه لتحقيق الاصوات، اصواته وين تروح؟ تروح للقائمه، تذهب للقائمه، اذا اصبح خارج اللعبه، خارج العمليه الانتخابيه. هنا المشكله، يعني هو ما حصل العتبه اللي تأهله ان يصل الى المنافسه والى يعني الرقم المطلوب للترشيح. نعم. هذه الاصوات الكبيره اللي حصلها يعزز بها قوه القائمه وقدره القائمه على ان تكون قويه. هاي المشكله في الدائره الواحده. عندك يعني في الدوائر المتعدده، انا في تقديري يعني متابع لهذه
العملية الانتخابية منذ بدايتها ولحد هذه اللحظة. شاهد أنه فيها كثير من الإيجابيات قد تعمل على السماح للمرشح أن يأخذ حريته وبالتالي يتحرك في منطقته إذا ما ضبطت بشكل صحيح. يعني شوف، ما أكو لازمة، يجب أن نعمل على تحقيق التناسق وإعطاء الحرية للمرشح في منطقته. يعني اليوم كما يقال المثل: أهل مكة أدرى بشعابها. أهل المنطقة يعرفون مرشحهم في المنطقة، وبالتالي يستطيع أن يكسب رضاهم، وهم يعرفون ما يحمله هذا المرشح. يعني إذا أنت بدائرة واحدة وهي من الشمال إلى الجنوب، أنا شلون أفهم هذا راح يخدمني أو راح يقدم لي خدمة، أو هل نتعامل معه يعني على الثقة، أم نتعامل معه في القوانين، أم نتعامل معه مع كل 100,000 نسمة لمرشح هذه ما دا نفهم. يعني أكو ضبابية يعني بالفقرات. أنا قلت لك أستاذ عمار، نعم، الانتخابات 50 مادة، وأكو هاي قسم من المواد اليوم تحتاج إلى فلترة وإلى تعديل وإلى ضبط. يعني هي مو دستور ولا قرآن، يعني استغفر الله، ما تعدل وما تبحث من جديد حسب الوضع الحالي، حسب وضع البلد، حسب المعطيات، المستجدات، الظروف، المتغيرات. احنا عندنا مشكلة لا نستفيد من الأخطاء أبدا. ما نستفاد من الأخطاء، تبقى نفس الأخطاء القائمة. المحكمة الاتحادية، مفوضية الانتخابات، التزوير، أجهزة الانتخابات، كل هذه تعاد نفس الإشكالية. ماكو علاجات. اليوم إذا أردنا أن نحقق على الأقل مشروعية ومصداقية، أن نبعد الأحزاب عن عملية صياغة قانون، أن نأتي بالأساتذة من الجامعات، أن نستعين بالخبراء من دول أخرى التي سبقتنا في هذه التجارب، أن نستعين بالأمم المتحدة بمكاتبها، بكل المكاتب الاستشارية، أن تعمل على خلية واحدة لصناعة وصياغة قانون انتخابات جديد. احنا اليوم الانتخابات قريبة على الابواب، بدأوا الآن يبحثون عن المطبات والألغام الموجودة في قانون الانتخابات. خلال هاي الأربع سنوات لماذا لم تعملوا على تعديل الإخفاقات؟ ليش لا تبحثون عن مصالحكم وحلول ترقيعية حتى تعبرهم يعني هذه الأزمة؟ احنا ما نريد هالشكل حلول، نريد حلول جذرية، حلول واقعية، حلول بها فعالية لكل الأطراف. نعم دكتور سيد غازي، ويجوز هاي الأزمة اللي احنا او الامور الاخطاء اللي انت ذكرتها مدى نستفاد منها، هي قد تكون تروق لبعض الاحزاب، بالتالي هي مستفيده على هذا الوضع العالي. خلينا نروح يا دكتور عباس. دكتور، ممكن تعديل قانون الانتخابات او راح ندخل بازمه سياسيه جديده مع قرب الانتخابات، خاصه ما وقفت الامور فقط عند تعديل قانون الانتخابات، وانما قد هيكلية المفوضية وتعديل قانون المفوضية، وبالتالي قد ندخل بأزمة سياسية كبيرة في البلد قبيل الانتخابات. يعني احنا فرسان في خلق الأزمات، يعني دائما احنا نخلق الأزمة وقد ربما تكون الحلول أصعب من الأزمة نفسها. طبعا أريد بس أشير إلى نقطة أشار لها الدكتور الأستاذ العزيز الأستاذ غازي، إنه شوف الدائرة الواحدة. يعني على سبيل المثال، من ما يوصل واحد العتبة، يعني عارف أنا مثلا شخص حصل 14,000 صوت ما فاز بالانتخابات، وشخص آخر حصل 1200 فاز بالانتخابات، لأن هذا الكتلة مالته عندها عتبة ووصلته، وهذا ما عنده كتلة، ما عنده كتلة وصلته، لذلك بقى بقى له 14,000 ما شفع له. الدائرة الواحدة، الدوائر المتعددة ما بها كاف لام، فيها 4 بدون نقاش، يفوز الأول والثاني والثالث والرابع أيا كان من أي كتلة من أي حزب. وهاي الطريقة المثلى، لأنه المنطقة نفسها تنتخبه. احنا نحكي على الأزمات. أزمات المتراكمة. يعني هسه هم بعض القوى أطلقت انتخابات مبكرة. ليش؟ هو أنت عندك إمكانية لحد الآن، أنت
ما عندك امكانيه تسوي قانون، عندك امكانيه تسوي انتخابات مبكره. شنو المبكره؟ قبل شهرين هي باقي لها 10 اشهر الانتخابات وتنتهي الدوره الانتخابيه وصير انتخابات غيرها. فاذا الازمه اللي الان موجوده، اولا لحد الان ما متفقين هل الاخوه العراقيين بالخارج راح يشاركون بالانتخابات لو لا. وطبعا انت تعرف ده حضرتك، نعم. انتخابات الخارج مشكله لان كل دوله لها قوانينها قد لا تنسجم مع القانون الانتخابي مالنا. اضف الى ذلك تحتاج الى اموال طائله في احد المرات اكثر من 25 مليون دولار كلفت او اكثر، اضافه الى انه لن يكون هناك نزاهه في هذه الانتخابات. وشفنا الصناديق جت معبايه ومتروسه، واللي صار في انتخابات مو هاي اللي سبقتها. لذلك انا اعتقد يحتاج لنا قانون، وبنفس الوقت انه نتخلى عن الازمات. يعني انت اليوم صار لك 21 سنه ما نضجت العمليه السياسيه، ما صار عندك وعي سياسي، ما حسنت سلوكك السياسي، ما عرفت شلون تدير البلد، ما سويت مؤسسات. مو هي هاي اللي هذه. ليش؟ لانه مثل ما قال الاستاذ غازي، ابعدوا صراعاتكم السياسيه وخل تنحل المشاكل الفنيه هي الاساس. جيب خبراء، جيب رجال قانون، جيب اكاديميين، وخلي يسوون لك قانون يليق باسم العراق، باسم البلد، وروح انت وقوتك واحزابك. دكتور عباس، يعني بشكل عام القانون، قانون ال 83 دائره بمبدا مساواه اكثر من قانون الدائره الواحده لكل محافظه، هيك تشير جنابك؟ يعني ممكن يتخذون من نعم. هذا القانون كقاعده ويعدلون على البقيه، ام يبقى نفس ما هو الافضل؟ مدى امكانيه التغيير او انعكاسه للشارع الافضل؟ انا حسب قناعتي الشخصيه ورأيي المتواضع، قانون ال 83 دائرة، أولا هذا القانون يفرز لك الأصوات الحقيقية، لأنه المنطقة هي تروح تنتخب اللي تريده، وبالتالي ما راح يجي واحد عنده عتبة وما عنده عتبة، لا، الكوتة تصعد بالكوتة، والأسماء اللي يردوها 4 يصعدون 4، الأول والثاني والثالث أعلى الأصوات وينتهي الموضوع، ما تدوخ راسك. لكن موضوع الدائره الكبيره هذه فيها حسابات وبها تزوير وبها العتبه ما عتبه، وبالتالي يكون الخاسر الاول والاخير هو اللي ما عنده كتله، وبنفس الوقت بعدين تنعكس على الشعب اللي انتخبه، لانه ناس راحت انتخبت على انه هذول مستقلين وممكن يقدمون خدمات وممكن كذا، بعدين راحت اصواتهم هباء منثورا. نعم. استاذ غازي، شو تقول؟ راح تقدر الكتل السياسيه الكبيره تغير هذا القانون او تعدل من عنده في بعض التعديلات اللي تصب بمصلحتها، ام راح يكون لمجلس النواب راي اخر وبالتالي نبقى على قانون ل 83 دائره، كون بفرص المستقلين او حتى العتبه تكون متساويه ما بين الكتل السياسيه؟ يعني شوف استاذ عمار، نعم، للاسف الشديد يعني احنا كل الاحزاب لا زالت تراوح في نفس المربع، لا تريد ان تغادر المربع الذي هي موجوده فيه. يعني اكو حيتان كبيره واحزاب كبيره لا تسمح للاسماك الصغيره بان تقترب منها، وبالتالي ستقوم بابتلاع هذه الاسماك. يعني هذه المعضله وهذه المشكله، مشكله المحاصصه والمصلحه الحزبيه الضيقه، هي اكبر عائق في العمليه. احنا نقول ديمقراطيه، ولكن كيف تكون الديمقراطيه عندما تكون الاحزاب مصره على بقاء يعني قوانين في قانون الانتخابات غير قابله للتعديل، ولا يمكن المساس بها، ولا يمكن يعني تغييرها. مثلا هسه تحدثنا قبل قليل انا وجنابك والدكتور عباس على موضوع مفوضيه الانتخابات. زين، هي مثلا مفوضيه الانتخابات عليها كثير من الاشكاليات. اثنين، المحكمه الاتحاديه، من يصادق على الانتخابات؟ هي المحكمه الاتحاديه. نعم. زين، اذا كان هناك مثلا خلل في المحكمه الاتحاديه او شك او طعن، انت شو تضمن نزاهه الانتخابات ومصداقيه النتائج، وبالتالي ان تكون انتخابات ورديه وشفافه؟ اذا
هناك إرهاصات وهناك أخطاء كبيرة منذ الانتخابات الأولى ولحد هذه اللحظة. بالتالي أنا في تقديري احنا نبقى في عملية التخدير الموضعي، يعني كأننا في عملية تخدير موضعي لغرض العبور إلى هذه الانتخابات، وبعد هذه الانتخابات يفعل الله ما يريد. احنا المهم الأحزاب تصل إلى بر الأمان، الأحزاب الكبيرة أقصد تصل إلى بر الأمان، أن لا دكتور غازي عندي سيد غازي عندي دقيقة بس قبل الختام. راح يقدرون يغيرون او يسوون تعديلات على هذا القانون لو راح نمشي بالانتخابات؟ هي صح اليوم شوف نعم. هي عمليه اثاره الشارع. نعم. يعني اليوم عمليه يعني البحث عن هذه بالانات وهذه بالانات لغرض حث المواطن على المشاركه بالانتخابات. سنعمل على تغيير كذا قانون كذا فقره كذا ماده، ولكن العمليه انا في تقديري لا تتم، لانهم يريدون ان تبقى العملية تحت التخدير الموضعي، وبالتالي لا يمكن تغيير أي شيء وتبقى العملية على ما يحدث. نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد غازي اللامي الخبير الاستراتيجي من بغداد، وأيضا الشكر موصول للدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية أيضا من بغداد. شكرا لتلبية الدعوة، كنتوا معنا عبر تقنية السكايب، أشكركم جزيل الشكر. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، وأكيد مع قرب الانتخابات تثار أزمات سياسية ونحن أيضا بانتظار هل سيتم تعديل قانون الانتخابات وعمل المفوضية، وكيف ستكون الشكل النهائي أو سيكون الشكل النهائي لعمل المفوضية وأيضا لقانون الانتخابات الجديد، أم سوف يبقى القانون القديم كما هو عليه. ألتقيكم في الحلقة القادمة وموضوع آخر. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.